هل الطائفة المدخلية بالعموم خارجين من مسمى أهل السنة والجماعة؟ بالنسبة لأفعال هؤلاء القوم، نعم، أفعالهم ليست هي أفعال أهل السنة والجماعة. أما أشخاصهم وأعيانهم فهذا يحكم لكل أحد على حسب حاله وعقيدته وما يعتقده وما يفعله، هل هو فعل المنافقين أو فعل المسلمين. أما أفعال هؤلاء الجماعة كلها فهي مخالفة لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، لا شك في ذلك. نعم، يعني خارجين من أهل السنة نحكم على الطائفة. أفعالهم، أما أعيانهم لا يجوز. أفعالهم لا شك أنها خارجة عن منهج أهل السنة والجماعة، وهي الكلام بالمؤمنين بغير حق، بالظن والتخرص، واضح. ولهذا يكون الرجل ظاهره العدالة ومن أهل السنة والجماعة، ثم يأتي هؤلاء القوم يطعنون فيه ويختبرونه اختبارات وغير ذلك، وهم من أجبن الناس، لا يجرؤون على النقاش العلمي ولا يجرؤون على إظهار الأمر علانية، لكنهم في مجالسهم وفي منتدياتهم يتكلمون بالباطل. نعم.